هنبدأ بالغزال عمرو جمال اللي كان من ناشئي الأهلي وتصعد في موسم 2012-2013 وما لعبش غير ماتشين بس وجاب جول واحد يعني، ومشاركته ما عدتش التلت ساعة، يعني بالظبط هما تلت ساعة يا كومبارس. لكن بدايته الحقيقية كانت في موسم 2013-2014 أيام ما الدوري كان متقسم مجموعتين وكانت في منافسة قوية بين الأهلي وسموحة. عمرو جمال في الموسم ده لعب 37 ماتش في مختلف البطولات، سجل 14 جول وعمل اسيستين، ودي أرقام كبيرة على فكرة يعني بالنسبة للدوري المصري، وكان عامل أساسي في فوز الأهلي بالدوري. الموسم اللي بعده عمرو جمال لعب 20 ماتش، جاب 5 تجوال وعمل اسيستين، ولكن الارقام دي بسبب ان عمرو جمال في يوم 28 اكتوبر اصيب بالرباط الصليبي، وطبعا كلنا عارفين اللي بيخش الرباط الصليبي ما بيرجعش زي ما كان، لكنه بيرجع تاني الموسم اللي بعده وبيلعب 32 ماتش لكنه بيجيب